لو بدأت تنشر محتوى كده بقى عندك بريزنس او وجود على السوشيال ميديا، ولو انت بتنشر محتوى ولكن عندك استمرارية هتبقى مألوف والناس تبدأ تعرفك. ولو بتنشر محتوى وعندك استمرارية ولكن بتضيف فاليو او قيمة حقيقية، الناس هتثق فيك اكتر وهيبقى عندك رصيد من الثقة والخبرة. ولو بتنشر محتوى وعندك استمرارية وبتقدم فاليو او قيمة ولكن بمنظور فريد او زاوية مختلفة، كده هيبقى عندك بوزيشننج واضح. الناس مش هتشوفك اكسبرت او خبير بس في مجالك، انت هتكون مرتبط في دماغهم بحاجه محدده. ولو عندك ستايل مميز من حيث طريقه التصوير والفورمات والالوان والهويه البصريه بشكل عام، كده وجودك على السوشيال ميديا هيبقى ليه سيجنتشر ستايل او بصمه خاصه بيك بتميزك عن المنافسين في مجالك. ولو عملت كل اللي فات ده وجمعت جمهورك حوالين مبادئ وافكار انت مؤمن بيها وبقيت تمثل لهم هويه هم عاوزين يوصلوا لها واديتهم مساحه ان هم يتفاعلوا ويتشاركوا مع بعض، فكده بقى عندك كوميونتي او مجتمع، وساعتها هنا بقى عندك بيرسونال براند قوي. المشكله ان معظم الناس بتقف عند اول خطوتين بس وبيجوا يشتكوا بقى هم ليه مفيش حد بيشتري خدماتهم ومنتجاتهم. فممكن يكون عندك فولورز وفيوز كتير ولكن زيك زي اي حد في المجال مالكش ستايل خاص بيك او المنظور المختلف اللي يخلي عندك بوزيشننج واضح.